بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في زماننا ده أصبحت للأسف الشديد حياتنا اليومية والزوجية بقت سهلة قوي إنها تطلع على العلن، وبقت على المشاع وعلى منصات التواصل الاجتماعي، وتحولت الفضفضة في كتير من الأحيان من مجرد إن هي تفريغ مشاعر ومحاولة للطبطبة وإن أنا حد يديني قوة أكمل، لهدم حقيقي للخصوصية وكشف الستر البيت وعوراته. البيوت النهاردة بقت بتشتكي وبتتألم من حاجة كبيرة جدا، وهي إنها فقدت أغلى شيء، فقدت الستر. وبننسى أحيانا إن أمان البيوت الحقيقي اللي مبنية عليه البيوت مش هو الحب بس والاحتواء وكل الكلام الحلو اللي احنا بنقوله ده، لأ، في حاجة مهمة قوي قوي مبني عليها البيوت، وهي الستر اللي ناس كتير بتنساها. وهو إن يكون شريكك بيمنحك الأمان الكامل في العلاقة دي، إنك ممكن تغلط، ممكن تغيري، ممكن يحصل شد وجذب، ممكن الصوت يعلى في بعض الأوقات، ممكن تحصل مشكلة، ولكن مش تتحول في يوم من الأيام إنه يمسكها عليكي كذلة زي ما بنقول، أو كفضيحة، أو إنه يفضل يهددك بيها طول الوقت، وإنها ما تطلعش ما بين جدران البيت ده. ولما بنيجي ندور على النموذج الحقيقي والقدوة اللي بجد في إدارة المشاعر الإنسانية دي بكل ذكاء وستر وحكمة، مش هنلاقي أرقى ولا أدفى ولا أحسن من بيت النبوة. البيت العظيم، بيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، ما كانش بيت خالي من المشاكل، وما كانش معزول عن واقع البشر اللي احنا عايشين فيه دلوقتي والمشاعر اللي احنا بنعيشها. لا، ده كان بيت بيضج بالحياة العادية، وكان فيه غيرة إنسانية عادية، وكان فيه منافسة ما بين الزوجات، وكان فيه بعض العتاب، بعض المشاكل اللي بتحصل. أمهات المؤمنين كانوا بشر، وكان بيحصل منهم المشاعر اللي احنا بنمر بيها دلوقتي، بيفرحوا وبيغيروا وبيزعلوا، ولكن الجمال والرقي الحقيقي هنا في الدرس اللي احنا لازم نتعلمه، وهو الستر. وإن هي كيف كانت تدار هذه المشاعر بحكمة وذكاء وستر وحفظ للبيوت والأسرارها وأمانتها وعوراتها. كل العواصف الإنسانية والمشاعر الإنسانية دي كانت بتدوب وبتتحل وبتنتهي خلف أبواب مغلقة بين حيطان البيوت، مش على الفيسبوك والتلقيح والتجريح والتلميح وكل الكلام اللي احنا بنشوفه دلوقتي، تحت سقف واحد مليان بالحكمة والمودة والحب والذكاء والفطنة والاحتواء من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، اللي ما كانش بيواجه الغيرة بالتهديد، والله لا راح اتجوز عليكي تاني واعمل واسوي فيكي ابدا، ولا كان بيواجه الخلاف بالفضح، لما تعملي مشكلة ولا تغلطي غلطة يفضحك ويجيب الناس كلها ويسمعهم عليكي ابدا. كان بيعلمنا ازاي نحمي بيوتنا ونحافظ على هيبة وكرامة الطرف الآخر، ما نجرحوش ولا نهينه. النهاردة بإذن الله في حلقتنا أمهات المؤمنين وقواعد الستر والخصوصية، هنتكلم عن بعض أسرار ودروس تربوية ونفسية غالية جدا جدا، عشان نشوف ازاي نقدر نرجع لبيوتنا الأمان والستر والخصوصية مهما حصل فيها من خلافات. النهاردة إن شاء الله هتناقشنا في موضوعنا الأستاذة خديجة برهان، المستشارة الأسرية والتربوية واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذة ندى، أهلا وسهلا فيك في برنامجك المتميز وموضوع جميل جدا صراحة لحلقة اليوم. أهلا ومرحبا بحضرتك. خلينا نبدأ حوارنا النهاردة ونتكلم عن الغيرة الطبيعية والستر. طبعا كلنا عارفين موقف اللي حصل مع السيدة عائشة، اللي كسرت فيه الصاع أو الإناء اللي كان جاي فيه الأكل وغارت. سيدنا النبي تصرف بحكمة ولطف شديد وابتسامة، وقال هي جملة واحدة ما زلنا بنذكرها لحد النهاردة، وقال غارت أمكم. فاحنا ازاي نتعلم من الموقف ده
إدارة الغيرة والاحتواء الذكي بدون كسر خاطر الطرف الآخر أو فضحه أو إهانته أو تجريحه. طيب في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها لما كان في بيتها وكان عنده ضيوف، أرسلت إحدى أمهات المؤمنين طعاما يعني في قصعة، فلما جاء الأكل هذا بيت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كسرته، فالنبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة طبعا قال غارت أمكم غارت أمكم، وأمرهم أنهم يعني يلموا الأكل ويردوا لصاحبة الصحن بصحن جديد فقط. هذا بيعرفنا أنه الزواج هو عملية احتواء للطرف الآخر وتقدير احتياجاته واحترامها، طيب، والنظر إليها بنظر العطف يعني والشفقة. الغيرة ما هو سلوك سلبي. اليوم الرجل إذا ينظر لغيرة المرأة أنه هي خانقتني وأنه سلوك سلبي وأنه يعني حطه في خانة الأخلاق السلبية، حيبدأ يتعامل معاه أنه هو محاولة لقلع هذا أو التعامل بشكل عنيف جدا للتخلص من هالسلوك الغيرة. لكن لما ينظر الرجل للمرأة أنه هو في أصل فطرتها أنه الغيرة ده شيء طبيعي جدا وهي سلوكها فقط هو اللي تجاوز الحد في الموضوع هذا، فالمعالجة حتكون مختلفة تماما. فهنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم ورانا أنه المسألة هي بسيطة جدا، ما عمل أنه فضحها مثلا قال أنا نبي الأمة وإنتي أم المؤمنين كيف تسوي زي كده وقدام الرجال وقدام أضيافي وقدام لا لا لا، بالظبط. لأنه هو معلم البشرية يعني، وزوجاته هن يعني الحياة الزوجية بالسلوكيات هذه هي لتعليم الناس، يعني إنه المسألة ما هي مسألة منازل، المسألة إنه هذه امرأة وهذا رجل وكلاهما طريق يعني شخصان أو مخلوقان مختلفان في التعامل مع عواطفهم. فببساطة قال غارت أمكم غارت أمكم فقط. فهنا بيورينا أنه غضب الزوج كيف تحول إلى احتواء لهذه المرأة واحتواء للقصة كلها أمام الصحابة. طيب اليوم الصحابة لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع أم المؤمنين بهذه الكيفية، كيف حينظر لنفسه لما يدخل بيته؟ إذا دخل لبيته وهو شايف نفسه أنه هو أكبر قيمة وقدر من هذه الزوجة، معناها لن يقبل منها هذه الأخطاء ولن يتعامل معها، بل بالعكس حيقول لها أنا الصحابي، أنا اللي رحت مع النبي، أنا اللي سويت، وإنتي من إنتي عشان تسوي، وإنتي. البيوت ما تقوم على كده، البيوت ما تقوم أبدا على أنه أنا مين وإنتي مين. البيوت تقوم على الاحتواء والستر والتغطية ويعني اللي هو التعامل بلطف وحكمة مع النقص الذي يظهره الطرف الآخر. فهذا هو يعني، فهذه قصة عظيمة جدا، هي صح قصيرة جدا لكنها تخيل إنها أسلوب حياة. يعني كيف حل النبي صلى الله عليه وسلم الموضوع وما كبر الموضوع، حتى بعد ما راحوا أضيافه ما صار حديث المجلس مثلا أوه أم المؤمنين سوت زي كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم مسكها وبخها، ولا مع زوجاته ولا عاقبها، ما سمعنا هذا كله. الأمور عادية جدا انقضت في نفس اللحظة وعاشوا حياتهم بكل بساطة يعني. فبيوريك إنه نحن اللي بنكبر الموضوع أو إحنا بنصغره طريقة نظرتنا له والتعامل معه. تمام. طيب نقطة تانية مهمة جدا يا أستاذة خديجة، وهي الخصوصية في وقت العتاب. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان اعتزل نساءه شهر كامل، والحقيقة في مكان منفصل، والصحابة ما عرفوش بالتفصيل هو اعتزل نساءه شهر كامل ليه، بسبب يعني الخلاف بالتفصيل ما عرفوهوش. طيب احنا على الجانب الاخر لما نيجي نشوف كده بتحصل بعض المشاكل في البيوت، نلاقي الزوجة طلعت اتكلمت مع أمة محمد، يعني عملت النشرة الجوية، كتبت على الفيسبوك، لقحت عليه، اتكلمت مش عارف ايه، هو طلع حكى لقرايبه كلهم، لمامته لاخواته ومرات اخوه مش عارف ايه، الدنيا كلها بتبقى عرفت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني شهر كامل، ولكن الصحابة ما عرفوش أصلا سبب الخلاف وتفاصيل الخلاف. فخلينا نتكلم عن إزاي إحنا ناخد من هدي النبي، نضع علينا منهج في وقت الخلاف وتفاصيل العتاب وطريقة التعامل، إن إحنا ما نفضحش بعض ونتكلم بطريقة غير لائقة عن بعض. طيب هو سبحان الله في قصة اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حضرتك ذكرتي لم يعني يذكر سبب الخلاف وإلى آخره، لكنه كان هو بسبب يعني موضوع في بيت الزوجية. هنا بنلاحظ أنه أول شيء
ليس كل خلاف محتاج إنه إحنا نعطي رسالة في جروب العائلة، ترى إحنا اه لا، متخاصمين احنا لازم وإحنا نكتب مش على عارف الفيسبوك إيش. علشان الناس كلها أيوة، تعرف ويشعر بالحزن أيوة، والاكتئاب منشور مبطن في الفيسبوك وفي حالات ايوه الواتساب ايوه. كده، ونكلم صاحبتنا ومش عارف إيش بطريقة غير مباشرة، يعني ننشر الخبر بس طريقة غير مباشرة كأنه إيش، مو نحن اللي قلنا، لا هو كده طلع الموضوع ده كله. مم. طيب إذا أنا اليوم الخصوصية هذه غير موجودة في داخل البيت، سواء من قبل الرجل والمرأة، طبعا ممكن القصة النبي صلى الله عليه وسلم هو سوى زي كده، ويجي بعض الناس مثلا يقول لك ها شوف الرجال كيف تعاملوا والنساء كيف. ما له دخل الرجال ولا النساء، مطلوب من كلا الطرفين أنه لما يصير في خلاف داخل البيت إن إحنا نحافظ على الخصوصية، لا يطلع عليها أحد. ليش؟ لأنه بعض الأحيان محافظتنا على خصوصية المشكلة قد يحل المشكلة نفسها، مم. ما نعطي مجال لتدخل الناس الكثير، زي ما يقول مم. إيش، إذا كثر الطباخون فسد الطبيخ يعني. اه بمعنى إيش، اليوم لما كل خلاف والله في جروب العائلة مكتوب رسالة، في الفيسبوك مكتوب مش عارف إيش، في حالة الواتساب مش عارف إيش، والناس تدخل من بعيد لقريب، يعني يقولوا إحنا عارفين إنه عندكم خلافكم عندكم مشاكل حابين نصلح، إيش سبب الخلاف، يلا إحنا فتحنا فتحة. طب الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، إذا ست الباب ده وستريت. مفتوح شوية كده مم. حيدخل الشيطان منه، والناس وآرائهم وأفكارهم وفضولهم وكذا. فالمشكلة قد تكون تافهة، قد يكون هذا الاعتزال هو من أجل بس الراحة النفسية، من أجل ضبط السلوك، من أجل التفكير، من إعادة تقييم مم. الموقف، ممكن مم. ليس من الأسباب. الواحد محتاج الهدوء ده كله. ليش تكبير المواضيع وجعل الموضوع خلاص إنه لازم الناس كلها تعرف؟ ليش هذا كله؟ وهذا أحد الأسباب اللي قاعد تصير معانا إحنا، إنه الخصوصية غير موجودة، كل الناس تعرف المشكلة مم. وبتعرف كل تفاصيلها، فبالتالي ما في حل. من فين نبغى نجيب لكم حل نحن إذا كان كل الناس قاعدة تفتي في القصة دي كلها؟ وبعدين صح زي والآن ما أصلا قلتي، في كل واحد السوشيال. بيفتي وكل واحد بكلمة، فالأمر بيزداد سوء والخلاف بيكبر. صحيح، صحيح، والرقعة بتكون كبيرة جدا. اليوم في الفيسبوك ولا في أي منصة مثلا تلاقي مشكلة تحطها واحدة من الزوجات تقول لك إيش الحل. من متى صار عندنا إحنا الحلول ناخذها من السوشيال ميديا ولا طرحها أمام الناس، أو ولا على من فين الجروبات صار؟ وكل واحدة تقول لها رأيها، وفي اللي تقومها وتسخنها وفي اللي تهديها هذا وفي هو اللي أقصى شيء. زمان كان الواحدة بتقول لأمها، يلا ما بتتجاوز حتى أمها، يعني بتقول لأمها وتنقفل القصة كده على 2 شخصين بس، يعني مش أكتر مم. من كده. الآن مم. الأمة كلها بتعرف وما بتنحل المشكلة، ويقفلوا الملف هو لسه لم يتم معالجته، فيصير بعدين تراكمات، بعدين انفجارات، وبعدين بنشوف هذه النتيجة، الطلاق والخلاف داخل البيوت مع الأسف الشديد. للأسف. طيب احنا عندنا نقطة كتير من الأزواج والزوجات برضو علشان نكون منصفين بيشتكوا منها، وهي إنها لو قلت لجوزي على سر معين ما بيباتش دقيقة واحدة، لازم يعرف أهله ويعرف إخواته. هو يشتكي منها يقول عمري ما قلت لها حاجة إلا لما ألاقي مامتها وإخواتها عارفين أنا قاعد مع النشرة الجوية. فده يخلينا نتكلم عن حفظ السر الزوجي. وفي سورة التحريم القرآن الكريم سجل عتاب في سورة التحريم لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا. طيب إيه الدرس التربوي القاسي والعميق اللي ممكن نتعلمه من الحادثة اللي حصلت دي على خطورة إن لما زوجي يقول لي سر ويأمني عليه ما اطلعش أقوله، والعكس لما زوجتك تقول لك حاجة وتأمنك عليها وتقول لك ما تعرفش حد عنها، انت ما تطلعش تقولها ولا تفضح سرها. سبحان الله، من أهم الأفكار في الإسلام، يعني المفاهيم في الإسلام، هي حفظ المجالس، حديث المجالس. إنما المجالس بالأمانات. هذا بالأمانات. معناه إيش بالمعنى الواسع؟ إنه أنا لما أجلس في مجلس وأتكلم كلام إن شاء الله يكون فضفضة، إيش ما يكون، مجرد ما أخرج من ذا المجلس خلاص المفروض أن أنسى القصة دي كلها ولا أتداولها في أي مكان. هذا المجلس العادي. فما بالك اليوم في مجلس يجلس فيه الرجل والمرأة ويتكلموا مع بعض، معناه كيف حيكون الموضوع ده كله؟ هنا الموضوع يصير بين الزوجين أشد، يعني في أمر التعامل معه، وأكثر حزما يعني وانضباطا فيه. ليش؟ لخصوصية الحياة الزوجية ولخصوصية العلاقات، ولأن الرجل والمرأة هم بيكونوا منفتحين على بعض بعكس ما هم مع الناس في كل مم. جوانب حياتهم. يعني مم. تخيل كل واحد أفضى إلى بعضهم البعض.
الإفضاء ده ليس إفضاء جسدي فقط، إنما إفضاء عقلي ومشاعري وذهني وقيمي وكل ناحية، يعني خلاص إنسان مكشوف أمامك. فبالتالي لما يصير في موقف أو حديث معين ما يحتاج أصلا يقول الواحد لزوجته ولا الزوجة لزوجها لا تقول لأحد، ما يحتاج، لأنه المجالس بالأمانات في الأصل، ثم بعد ذلك هم الزوجين. إيش الداعي إنه مثلا يكون في موضوع معين أو شيء يتكلموا فيه مع بعضهم البعض إنهم يتداولوه مع الآخرين؟ طبعا بعضهم يقول لك مثلا أنا بس قلت لمامتي، يعني مثلا البنت اه. المرأة ممكن تقول كذا. طيب مم. أمك دي ما هي إنسانة يعني مثلا، ما هي بشر يعني مثلا، هي ملاك؟ وهي ماما مش طبعا ما هتقول في لحد، يعني ماما هتقول استثناء يعني. لخالته. ما هو هذا هو، الأم لما تجلس لوحدها كده خلاص تقول للخالة، والخالة تقول لأختها التانية في جروب بالظبط. العيلة، خلاص انتشر ايوه. الموضوع. أو تفضفض واحدة لصديقتها. طب أنت تعرفي يعني ماذا في عقل صديقتك، إيش قيمها، إيش مفاهيمها، إيش أفكارها، إيش تحمل لك في قلبها أساسا تعرفي عشان تفضفضي لها بهذه الكيفية؟ طبعا هذه الفضفضة وده الكلام وتسريب الكلام والأسرار يعني من المرأة، سواء من المرأة مم. تجاه النساء أو من الرجل تجاه أهله مثلا، هي بتخلي إنه مسألة الثقة دي مشكوك في أمرها بين الزوجين، مم. ما عاد في ثقة، أنا ما بثق فيها. طب إذا اليوم الرجل ما وثق في زوجته والمرأة ما وثقت اه. في زوجها، اه. هيثقوا في مين؟ هيثقوا في عرفتي؟ مين؟ فبالتالي فبنهدم صورة الثقة المبني بينهما. بعدين اللي هو التعامل بعد كده حيكون دايما بالشك والريبة وباللف والدوران. فبالتالي هم دخلوا يعني زي ما يقولوا الشكوك بين بعضهم البعض. ليش؟ بالظبط. لأنه ما عاد في ثقة. فبالتالي مم. لما يتكلم المرأة ولا الرجل كل واحد خايف من التاني، فبالتالي تلاقيهم يحتفظوا بالكلام. طب إيش مم. اللي جاب القصة كلها؟ ما أنتم من الأساس ما حافظتوا على الكلام ده كله، ما حافظتوا على إنه أي شيء أنتم تقولوه خلاص المفروض ما يطلع. حتى زمان بالظبط. كانوا بيقولوا بلاش يطلع برا غرفة النوم، اليوم بيطلع مو برا غرفة النوم، الأمة كلها بتعرف ايوه. في جروبات وإلى للاسف. آخره. فالواحد مستغرب يعني من النتيجة دي كلها، وده مم. بيأثر طبعا. الزواج قائم على الثقة، الثقة بتنهدم خلاص، ما بقي شيء يعني على إيش يبغوا يجلسوا مع بعض. طبعا. طبعا. طيب استاذه خديجه، احنا يعني محتاجين نتكلم عن امور كتير اخرى في هذا الجانب، يعني قواعد الفضفضه، قواعد الغيره، قواعد ان انا لما زوجي يكون في مرحله من مراحل الضعف او الخوف احتويه ازاي. كتير من التفاصيل ان شاء الله اناقشها مع حضرتك في الحلقه القادمه. بشكرك جزيل الشكر الاستاذه خديجه برهان، المستشاره الاسريه والتربويه واللايف كوتش، على وجودك معانا. وفي الختام نتذكر دائما ان احنا بيوتنا امانه، واجمل حاجه ان احنا نهديها لبيوتنا هو سياج من الستر والخصوصيه. نحف بيوتنا كده ونحوط عليها بالستر والخصوصيه. نخلي خلافاتنا وأسرارنا جوه بيوتنا، ما بين حيطان بيوتنا، ما تطلعش بره، ما نفضحش الطرف الآخر، ما نهددوش، ما نجرحوش، ما نخليهوش حاسس على طول انه في نقطة ضعف انا عمالة اهدده او اجرحه واذله بيها. بالعكس، لازم نكون امان بعض وستر بعض. دامت بيوتنا وبيوتكم آمنة ومستقرة ومستورة بإذن الله تعالى. انتهت حلقة قوارير اليوم، إلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.